مساء الخير، يا رب تكونوا كويسين. النهاردة بقى مع بعض هنعمل تورتة شوكولاتة سهلة وبسيطة خالص. حتى لو أول مرة تعملي تورتة في حياتك، امشي معايا بالخطوات واحدة واحدة. الطريقة سهلة وبسيطة خالص. وكمان هنعمل الجناش اللامع الجميل ده اللي قدامك بطريقة اقتصادية، من غير كريمة، من غير أي حاجة مكلفة ولا حاجة غالية. بس لو أول مرة تشوفيني، أنا اسمي مادونا. يا رب القناة تعجبك وتعملي اشتراك وتعلمي الجرس على الكل، ولايك وشير. ويا رب الفيديو يبقى مفيد ليكم. أول حاجة، أنا هعمل مقدار صغير، مقدار ل 18، مقاس 18. دي اللي هي الصواني أو الحلة المخصوصة بتاعة التورت. أنا هنا في الخطوة دي بوريكم ازاي بعمل ورقة الزبدة. طبقتها كده زي ما شفتوا وقصيت. هنبدأ بقى في خطوات الكيك. معانا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، وربع كوباية مية، وربع كيلو دقيق سبونج، شوكولاتة أو فانيليا على حسب ما انتوا عايزين. ده بيتباع عند محل خامات الحلويات. ده لازم بنضربه بمضرب البيض الكهرباء أو بالعجان، مش بينفع بالخلاط. بضرب فيه لحد ما بتلاقوا الخليط كميته ضعفت ولونه فتح كده وبقى فوم شوية. طبعا انا مسخنه الفرن قبل ما احط الكيك فيه ب10 دقايق. بحط كده نقطه كيك والزق بيها ورقه الزبده، وابتدي بقى انزل بالخليط في الحله بتاعتي او في الصينيه بتاعتي. تمام كده نزلته، وببتدي بقى اخبط شويه خبطات كده زي ما انتم شايفين بيطلع فقاقيع كده. وبشوف لو في اي بواقي كيك على الصينيه من فوق لازم امسحها عشان ما تعملش حروق في الفرن، وبدخلها. الحجم ده اخد حوالي نص ساعه في الفرن. لما استوت غطيتها بس بالفوطة شوية كده تهدى 10 دقايق، ورجعت قلبتها على الشبكة. ولما بردت خالص بغلفها كويس زي ما انتوا شايفين بالبلاستيك راب، وهبيتها في التلاجة. لو عندك مكان في التلاجة للحلة بتاعتها أفضل حاجة تشيليها في حلتها عشان مفيش أي حاجة تخبطها أو كده. هنعمل بقى الجناش الاقتصادي. معانا نص كوباية مية اللي هي 100 ملي مية، ومعانا ربع كوباية زيت أو 50 ملي زيت و50 ملي كريم شانتيه خام. ال50 ملي كريم شانتيه خام 4 معالق كبار هرمية. يعني تملي كده المعلقة هرمي. وبقلبهم كويس، ادوبهم مع بعض واحطهم على النار. اول ما يغلوا حطيت عليهم 300 جرام شوكولاتة مبشورة. المقدار ده هيبقى كتير على التورتة، يعني انتوا ممكن تعملوا تمن بس اللي هو 125 جرام، وتنصصوا بقى او يبقى التلت بتاع كل المقدار. بس انا عامله كتير علشان هحتاجه لوصفات تانية. وبينفع يتشال في الفريزر فتره طويله، وفي التلاجة تستخدموه يعني على فترات عادي. كده بعد ما الشوكولاته دابت كويس على السخونه، لو حسيتوا ان في قطع شوكولاته لسه ما دابتش والخليط برد، حطوه على البوتاجاز كده على عين هاديه دقيقه مع التقليب. هتلاقوا كل الشوكولاته دابت معاكم خالص. ولازم نصفيه عشان نتاكد ان مفيش اي تكتلات معانا. شوفوا لامع وجميل قوي، رغم ان هو اقتصادي بدون كريمة بدون لبن بدون اي حاجة. هعمل بقى الخليط اللي هسقي بيه التورتة. جبت نص كوباية مية او تلت كوباية مية كده، وحطيت عليه معلقتين جناش. هعمل بقى كريم شانتيه. انا حطيت 3 معالق كبار سكر. انت ممكن تزودي تخليهم 4 معالق. انا عشان بخلي سكرها كده معقول، لو عايزة السكر زيادة يبقى 4 معالق. سكر حبيبات مش سكر بودرة. وضربتهم مع كوباية مية متلجة لحد ما السكر داب بنسبة 50%. وحطيت عليهم تمن كريم شانتيه خام، ومعلقة كبيرة بستر كريم. وببتدي بقى اشوف هل يعني قوامه هيحتاج مني ميه متلجه تاني ولا لا. الميه تكون ساقعه جدا، يعني يا ريت تكوني حاطاها في الفريزر قبلها بشويه. بضربه لحد ما يديني القوام كويس اللي انا محتاجاه. طبعا كل نوع بيختلف عن التاني. معلش انا مسرعه قوي في الخطوات وكده لان الفيديو كان طويل جدا، فحاولت ان انا اختصره على قد ما اقدر عشان ما اطولش عليكم. او كده كريم شانتيه اتضرب. ده تاني يوم يا جماعه. طلعت بقى التورته من التلاجة.
شوفوا مغلفاها كويس قوي عشان ما يدخلهاش اي هوا خالص. هبتدي بقى اقطعها بالمنشار. دي طبعا ورقة الزبدة شلتها. عندك منشار زي ده تمام، هينفعك قوي لو محتاجة انك تعملي طرق كتير، او بسكينة بقى. او ممكن بخلة اسنان كده تحطي 4 حوالين داير بنفس المستوى، وتربطي بالفتلة وتشديها كده بالراحة، هتديكي شرايح متساوية. انا قطعتها على 3 شرايح. الشريحة التالتة اهي اللي هي القبة اللي على الوش كده، شلنا القبة وبشيل كده الجزء اللي هو على الوش الملزق ده كده حوالين داير كده. 3 شرايح متساويين قد بعض. الشريحة اللي كانت على التورتة فوق خالص هي اللي هنزلها تحت خالص، تمام. باجيب البورد أو القاعدة بتاعة التورتة، باحط قطعة كريم شانتيه كده صغيرة علشان التورتة تبقى لازقة عليه، ما تقعدش تروح وتيجي. وابتدي أسقي بفرشة أو بمعلقة بالراحة زي ما انتوا شفتوا كده بقى حوالين داير، مش بغرق عشان ما تطلعش معجنة معايا. وباحط كمية الكريمة اللي انتي بتحبيها بقى، دي حاجة لبيتك. أنا الكمية اللي باحطها دي متوسطة. المحلات بيحطوا كمية تقريبا ضعف دي، بيحطوا كريمة أكتر من الكيك. فطبعا كل واحد على حسب ما بيحب. وينفع طبعا تحطي بندق مكسر، شرايح، قطع شوكليت شيبس، أي حاجة. وطبعا كله في الطبقات زي ما انتي عايزة. ممكن تحطي صوص فراولة، نوتيلا، أي حاجة في الحشو في النص اللي انتي عايزاه، بسكوت وتطحنيه. كل اللي انتي بتحبيه ولادك بيحبوه. حتى لو شغل اونلاين تسألي العميلة هي عايزة في الحشوة ايه. كده خلاص عملنا الطبقات بتاع التورتة كلها زي بعض. الطبقة اللي فوق خالص دي اللي هي كانت في قاعدة التورتة، أو في قاعدة الصينية، هي اللي بتظبط شكل التورتة من فوق. ومش بسقيها كتير زي باقي الطبقات، يعني بسقيها شوية بس أقل من باقي الطبقات. ببتدي بقى الكريمة اللي متبقية بجيبها في كيس كده علشان أوزعها كده مظبوط. طبعا بشيل أي فتافيت عندي عشان ما تبهدليش الكريمة. قبل ما ابتدي اشتغل في الكريمة بتاع التغليف كده انا بغلف التورتة او بجلسها. ده التجليس بتاع التورتة. بحاول كده الاول اساوي، وبعدين اجيب السكرابر بقى وابتدي اساوي حوالين داير وفوق. هو طبعا الموضوع بياخد شوية، بس يعني كل ما ايدك بتاخد على الموضوع كل ما بتتعودي. بين كل مرة ومرة بشيل الكريمة الزيادة في الطبق، وبغسل السكرابر بمية سخنة، وارجع اظبط بيه الكريمة. وده السكرابر اللي هو كده فيه اشكال شرشرة كده واشكال من الجوانب. ده طبعا اختياري عملت بيه. وبرجع تاني اشوف كده لو سطح التورتة فيها اي حاجة مش مظبوطة كده، برجع انعم فيها تاني. المية السخنة بتاعة المغسول بيها السكرابر بتساعدني ان الكريمة تنعم معايا. ده الجناش بعد ما برد شوية، بس يعني برضو كان سائل زي ما انتوا شايفين. لو حسيتوه انه جمد سخنوه سنة يبقى فاتر كده. آه، بنحطها بقى في كيس، في اي حاجة تبوظ كده او بالمعلقة. الكمية اللي انا حطيتها دي هتبتدي تنزل على البورد شوية. انا بحب شكلها كده على البورد. انتي عايزاه اقل بقى نزلي كميات اقل على الجوانب حوالين داير، بحيث الشكل يبقى اقل من، يعني ما ينزلش لحد تحت خالص، الخطوط ما تنزلش لحد تحت خالص. دي بقى اشكال كده شوكولاتات. ممكن وحدات اوريو، يعني اللي حوالين داير ده كده انت ممكن تعمليه وحدات اوريو كده. اي حاجة بقى عندك، اي حاجة من السوبر ماركت، بحيث يعني تبقي مزينة بحاجة بسيطة خالص. دي بقى ايه قطع الشوكولاتات. لقيت متبقي معلقتين كريمة، فعملت كده. ما قدرتش اعمل روزيتات حوالين داير من تحت كلها علشان الكريمة ما كانتش هتكفي. فعملت كده بالكمية اللي موجودة تلاتات كده، ورشيت رشة سكر ملون كده بسيطة كده في النص، تدي بقى لمعة كده مع الجناش. طبعا كل دي حاجات اختياري. تورتة بسيطة ما اخدتش وقت معانا، تعجب الولاد قوي وهتفرحهم. يا رب الفيديو يكون خفيف على قلبكم، وتكون الوصفة سهلة وبسيطة.